تعرف ان انت اللي بتدرب الناس يهزقوك. مش معنى القرب من الناس معنى انك تمسحي الحدود باستيكه. مفيش حد هيشوفك بطريقه انت نفسك مش شايف نفسك بيها. أنا ازاي يبقى عندي ثقه في نفسي اصلا مش حابب نفسك عشان غيرك يحبك، عشان تحس انك مرغوب فيك، تدخل مكان محدش يحس بوجودك. ده بيقلل من قيمتك في نظر اللي حواليكي. محدش مركز معاكي يا ساره، محدش اصلا مهتم. والنهارده معايا ضيفين في الحلقه خفاف لذاذ، اعتبروني انانيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست لاتيه على ريحة مع سارة معتز كل يوم 3. النهاردة هقول لكم حاجة مستفزة حبتين كده للإيجو بتاعكم والأنا اللي موجودة. تعرف إن أنت اللي بتدرب الناس يهزقوك ويهمشوك، ما يعملوكش أي قيمة ويتخطوا حدودهم معاك. أنت مش هما، فأصبح أن العيب فيك أنت مش فيهم هم. فلو الناس مهمشينك أو مش دايما بيدوك قيمتك وبيحطوك في المكانة اللي انت حاطط نفسك فيها أو عايز تحط نفسك فيها، فالحلقة دي ليك. ولو مش ليك انت ابعتها للشخص اللي دايما بيشكي من القصة دي. والنهاردة معايا ضيفين في الحلقة خفاف لذاذ، هنشوف هنتعلم منهم ولا هيبقوا عايزين يتعلموا زينا. أول حاجة، انت اللي بتعلمي الناس ازاي يتعاملوا معاكي وازاي يقدروكي، وهل هيتخطوا حدودهم معاكي في الكلام ولا لا. ياما ناس كتير بتقولك انا قيمتي عاليه جدا، انا عارفه قيمه نفسي كويس قوي، انا بقدر نفسي كويس جدا، انا مفيش حد ينفع يعاملني بالطريقه دي. بس تقدير النفس في السلوك مش في الكلام، في الطريقه اللي بتتعاملي بيها مع غيرك واللي بتسمحي لغيرك يتعاملوا بيها معاكي. مثلا كده في ناس بتقولك دي طيبه جدا، دي ما بتقولش لا، عمرها ما هتقولك لا ولا ترفض لك طلب. كتر انك ما بتقوليش لا وبتتنازلي بتتنازلي بتتنازلي، ده بيقلل من قيمتك في نظر اللي حواليكي. مش بالضروري يكونوا هم عارفين ده، ولكن بيعرفوا ان سارة دي ملهاش حدود. هي متاحة طول الوقت، كل حاجة اوكي معاها، وبتتكسف اصلا تقول لا. فبالتالي انت كسرتي كل الحدود اللي ممكن غيرك يحطها ليكي في التعامل، فبالتالي يقدرك بيها. فبالتالي هم بيختبروا انت بتسمحي بايه. كل ما يلاقوكي كل ده مسموح، هنتجاهلها، ده مسموح، هنقلل من قيمتها في القعده، ده مسموح، هنطلعها على المسرح، ده مسموح، هنفتكرها في اخر لحظه، ده مسموح. هي بتختبر ده معاكي عشان يعرفوا الحدود اللي انتي اصلا مش حطاها. مش هقولك الحدود اللي انتي حطاها. وفي ناس بتوهمك ان الحدود دي انانيه. تحطي حدود لنفسك وتبقي عارفه ايه اللي انتي بتسمحي بيه وايه اللي مناسب ليكي وايه اللي يليق بيكي وبحياتك وبدماغك. بيقولك انتي انانيه، انتي شايفه نفسك. اوكي، لو معنى ان انا احط حدود لنفسي واعرف اقول امتى ولا امتى، واقدر كويس مين اللي بيعاملني بالطريقه اللي استحق ان انا اتعامل بيها ومين لا، يبقى اعتبروني انانيه. انا انانيه. ليه في اول الحلقه قلت لكم انه انتوا اللي بتحددوا الناس هيتعاملوا معاكوا ازاي، وهيهمشوكوا ولا لا، وهيدوكوا قيمتكوا ولا لا. مش بتشوفوا ناس اول ما يدخلوا مكان بياخدوا اتنشن المكان كله، وتحسوا اللي في المكان عايزين يشيلوه من على الارض شيل، وانت ممكن تدخل مكان محدش يحس بوجودك، او تتكلم في وسط القعده وتحس انه محدش سامعني ليه، وانا مش بتكلم. عارفين ده ليه؟ عشان انت نفسك مش شايف نفسك. بمعنى ايه؟ انت مش حاطط نفسك في نظرك في قدرها الصحيح. السيلف توك مع نفسك دايما بتقول انا ماليش قيمه، انا محدش بيسمع صوتي، انا كده كده بقولش حاجه مهمه، انا مش شخص مهم في الحياه، انا مش بعمل حاجه مفيده، انا مش ناجح، انا بلا 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 بلا. ده كله بينعكس للناس. طاقتك دي بتوصل لهم في سلوكك وكلامك وافعالك وردود فعلك. دايما كده مستخبي، دايما حاسس انه لا انا مش هفيد، انا مش هضيف، انا مش محبوب في القعده. وبالتالي ممكن تفضل تقول على اي حاجة عشان تحس انك مرغوب فيك، بس انت اصلا مش حابب نفسك عشان غيرك يحبك ويقدرك. فبالتالي طريقة كلامك عن نفسك وتعاملك معاها بيحدد الناس هتشوفك ازاي وهتتعامل معاكي ازاي، بناء على انتي شايفة نفسك ازاي وهتتعاملي معاها ازاي. او انت، يعني مش بس الكلام للبنات، يعني بجد هي مشكلة بنات كتير وناس كتير قوي. انا ازاي يبقى عندي ثقة في نفسي؟ انا بحس ان انا معدومة الثقة في نفسي. فهي بتقول المشكلة وحلها من غير ما تحس. انا اللي حاسة اني ما عنديش ثقة في نفسي، انا بحس اني ما عنديش قيمة. اوكي، لو انتي ما عندكيش ثقة في نفسك وشايفة انك بلا قيمة، متوقعة ان غيرك هيقدرك ويشوفك قيمة،
او بيشوفك بالقيمه اللي انت المفروض يشوفوكي بيها؟ اكيد لا. مفيش حد هيشوفك بطريقه انت نفسك مش شايف نفسك بيها. هيحبوكي اكتر من نفسك يعني؟ اكيد لا. الثقه في النفس بتبدا من عندك انت، كلامك لنفسك، كلامك قدام الناس، ردود فعلك، سلوكك، طريقه مشيك، طريقه تفكيرك، الحدود اللي بتحطيها لنفسك فوق كل ده، مع أقرب حد ليكي قبل أبعد حد عنك. ومش معنى القرب من الناس معنى إنك تمسحي الحدود بأستيكة. الناس مش هتحطك في خانة معينة من فراغ. هم صحيوا من النوم قالوا هنحط سارة والله في الخانة المهمشة دي؟ لأ. بناء على انت كام مرة سمحتي بتقليل منك، كام مرة سمحتي بتخطي الحدود معاكي وتهميشك وبكل ده، وكم مرة قلتي لأ. وازاي بتعاملي نفسك كل يوم؟ بتقولي لنفسك ايه في المراية الصبح؟ قولي لنا بقى، انت بتقولي لنفسك ايه في المراية الصبح؟ شايفة نفسك ازاي؟ بتفضلي تقولي انا مش حلوة، مفيش حد بيحبني، انا مش واثقة في نفسي، انا ماليش قيمة، انا مش ناجحة، انا مقرفة؟ ولا بتقولي ده انا زي القمر، انا ايه الجمال اللي انا فيه ده، انا ذكية جدا، انا ناجحة جدا، انا بشتغل على نفسي، انا شطورة؟ ده كله الناس هتشوفك بيه. شفتي نفسك البنت الاولانية، الناس هتشوفك كده. قلتي لنفسك الكلام التاني وشفتي نفسك زي البنت التانية، الناس برضو هتشوفك بنفس الطريقة اللي انت هتشوفي نفسك بيها. فالمشكلة طالعة من فين بقى؟ من عندك انت. اللي حواليكي ما هم إلا انعكاس لانت شايفة نفسك ازاي وبتتعاملي معاها ازاي. يلا بينا نشوف ضيوف الحلقة الأعزاء ونشوف هل هم محتاجين النصايح دي ولا هم هينصحونا وهيبقى شكلنا وحش قوي. رحبوا معايا بتالا ومعتز، 13 سنة. السلام عليكم. هنشوف هم هيعلمونا ولا برضه انا هعلمهم. اهلا معتز. اهلا. قول لنا بقى، انت مع صحابك لو نفترض ان انت دلوقتي هم كلموك وهم عايزينك تخرج دلوقتي حالا، كلموك قبل الخروج بنص ساعة، انت بيكون ايه ردة فعلك؟ بصراحة بصراحة اقول لهم عادي ويلا وننزل. طيب حتى لو انت مش قادر انك تنزل؟ لا عادي. ليه؟ بالنسبة لي اهم حاجة اخرج مع صحابي حتى لو مش تعبان، عشان الخروجه مش حتى لو تعبان عشان الخروجه مش هتتعوض تاني. طيب انت شايف ان دي حاجة صحية حتى لو انت تعبان؟ لا مش صحيح. انا شايف ان هو المفروض ايه الصح يتعمل؟ الصح ان انا لو تعبانه اقعد في البيت وما انزلش لغايه ما اخف. طب انت بتشوف انك لو قلت لهم انا تعبان النهارده خلينا ناجلها اليوم تاني، بتقلق ان ايه يحصل؟ لا هو انا مش بقلق، بس بيعملوا حركه نادله ان هم بينزلوا. حتى مثلا لو احنا نازلين 5 مع بعض، 3 اعتذروا و2 بينزلوا بيكملوا عادي، ولكن في حاجه حصلت. فهم انت بتشوف ان ده عادي ولا ده مثلا في ممكن يبقى في عدم تقدير؟ انت ايه وجهة نظرك في الموضوع ده؟ بالنسبه لي هو في عدم تقدير ليا. طيب وبتشوف انه ايه الصح اللي ممكن تعمله بعد كده لو فعلا كلموك فجأة وانت مش قادر انك تنزل؟ هقول لهم لا انا مش هقدر انزل، حاولوا تاجلوها يوم تاني. ولو ما اجلوهاش انت هتعمل ايه؟ قرب كده شويه على الكاميرا. لو لو ما ما اجلهاش انت ممكن تعمل ايه؟ هسيبهم ينزلوا عادي، ما مش قادره انزل اصلا. طيب فانت يا معتز شايف انه فعلا الواحد زي ما هو شايف نفسه زي ما الناس هتعامله؟ اوعى تكون بتطبلني. لا والله عادي. لا مش بطبل. ماشي. طب ادي المايك لتالا بقى. طبعا يا تالا انت سمعتي الاسئله وسمعتي، اتمنى ما يبقاش في غش في الاجابات، وتقولي لنا انت شايفه ايه. هل انت مثلا، انت لسه صغيره برضو، بس ايه خبرتك في الاصدقاء بما ان تالا عندها اصدقاء كتير قوي؟ فقولي لنا ايه رايك في الكلام ده. اقول ايه يعني؟ قولي لنا ايه الحدود اللي انت بتحطيها مع صحابك القريبين، وشايفه ان دي حاجه صح ولا دي حاجه انانيه؟ يعني ممكن احكي موقف انا مش بعرف اتكلم. اوكي. بصي قبل كده بدون ذكر اسماء، 2 من صحابي كانوا نازلين اوكي، حتى ايام ما كنت نازله معاكم، فكلموني زيكو تنزلي دلوقتي ومش عارفه ايه. قلت لهم دلوقتي حالا؟ قالوا لي دلوقتي. قلت لهم لا، ازاي تقولوا لي دلوقتي؟ مش المفروض تقولي قبلها بيوم او قبلها حتى ب5 ساعات مثلا ولا حاجه، ارتب نفسي. راحت قالت لي لا، ما هي جت فجاه وقلت اكلمك عشان كنا عايزين ننزل مع بعض، فننزل احنا ال3 بقى وخلاص. قلت لها طب هشوف ظروفي وابقى اكلمك. قلت لهم خلاص ماشي انا هنزل. بعد ما لبست وجهزت وخلاص المفروض ان انا نازله التاكسي خلاص، قالوا بصي هي
كذا فلانه نازله معانا، انت بالنسبه لك عادي ولا لا؟ قلت لهم هو انا ما عمري ما نزلت معاها، فمش غريب ان انتوا تنزلوها معانا وانتوا قايلين لي الاول. قلت لها خلاص انزلوا انتوا وانا مش هنزل النهارده بس. وساعتها بقى كلمتني تاني ننزل. نزلوا يومها من نزلوا. غيرك؟ بس وانتي بعدها علمك بالليل ايه؟ ان انا عادي لما اكون مش عايزه انزل او انا مش فاضيه انزل ما انزلش. بس كلمني متضايقيش، وهي هما كانوا 2، فهي واحده منهم كلمتني قالت لي التانية هي اللي عملت كده وكلمتها تيجي معانا بس. طيب هل يا تالا كنت يعني مثلا من 3 سنين مثلا انت كنت مثلا شايفه نفسك بطريقه واصحابك كانوا بيتعاملوا معاكي نفس الاساس، وبعد كده بقيتي تتعاملي تلقائي بطريقه تانية وشايفه نفسك بحاجه تانية فصحابك اتغيروا؟ فاهمه؟ فهماكي. قولي لي بقى لو في قصه برضه. هو- هو اشرب الماتشا بتاعتي وانت بتحكي. ماشي. ما زمان كانوا كلهم بيبقوا مثلا مش نازلين وكده، وانا كان زمان اللي هو السنه اللي قبل اللي فاتت. ماشي، كانوا بيبقوا كلهم خلاص مش نازلين، اصل مش عارفه رايحه لماما ومش عارفه ايه كلام كده يعني. بس انا الوحيده كنت بنزل انا وبنتين تانيين بس. بعد ما مش عارفه لازم اقول اسم، بعد ما فلانه بقت بتنزل هي كمان في الاول من 2 سنين ولا حاجه، كنت دايما بقول لهم ماشي، وابقى من الاخر يعني داخله في اي حاجه. لكن ليه دلوقتي بقى؟ ايه اللي بقيت كان بتفكري فيه كطفله يعني وقتها؟ معرفش، كنت بحس لسه انه طفله بس لو مش مهم. لو لو ما نزلتش مثلا ممكن، معرفش، بحس ان هم عادي ممكن ينزلوا من غيري، فكنت بنزل معاهم. فاهمه؟ طب ما دي فكره معتز، ليه بقى بتعملوا كده؟ بتحسوا بايه ان انتوا لو ما نزلتوش ايه اللي هيحصل؟ ما يقدروا بينا. لا مش حتى فكرة لو كده، قصدي ان هو معرفش، بس بحسهم هينزلوا من غيري وفي الاخر مثلا عادي هيرجعوا تقدر يقولوا الخروج هتبقى ناقصانا، يعني لو احنا كشخص عادي بيفكر ان هو لو احنا ما نزلتش الخروج هتبقى ناقصه ان الشخص ده ينزل. ساعات لما بتتضايقي من صحابك او كذا، فاللي هو بلاقيكي بتقولي ده ما قدرونيش، ده عملت بيسوت، دي غدر الصحاب. انتوا بتتكلموا انتوا الاتنين على القصص دي، فانا عايزه اعرف ده بيجي من ايه يعني؟ ده بيجي من منادتهم ان اكبر من انتوا حجمهم. بتسمحوا؟ يعني هي المفروض كلمة بقى احط كل كلمة. واحد بدأت انجح. في الحته اللي هو يستحقها، يعني انا ما اديش واحد اكبر من حجمه في الاخر ده الحركه الوحشه اللي يعمل معايا. فبالتالي يهمشوكوا او يقللوا منكم بافعالهم. بالظبط. اوكي. وانت يا معتز عندك تعليق؟ نو كومنت. معتز مش عايز يحكي وشكله عنده حاجات. احكي. باين، بصي نظر تاني. وطبعا ده لو هيعلمنا حاجة هيعلمنا انه مواقف او تقدير النفس والثقة بالنفس بتبدأ من نعومة الأظافر. يعني من واحنا صغيرين لازم نربي الأطفال والأولاد اللي لسه طالعة انه اعمل حدود، set boundaries. ده مش معناه ان انت واحد متكبر ولا شايف نفسك على الناس، ولا انك بني ادم مش بيقولوا عليها ايه، بني ادم سهل. فالسهولة مع كل الناس مش حاجة كويسة. أنا عارفة ببقى سهلة إمتى أو متساهلة معاكم إمتى، وإمتى بحط حدودي كويس جدا. لو شايفة إن الناس بتهمشك أو تبقي إجماعة عدد أو بتعدوا حدودهم دايما معاكي، تعرفي إمتى تقولي لأ، تعرفي تحطي حدودك كويس من غير ما تحسي بالذنب أو تقولي لأ حرام، طب ما يمكن مش قاصدين. فعلا يعني ساعات الناس ما تكونش قاصده، بس انت لما تفتحي الباب على البحري تبقي دايما متاحه، دايما اللذيذه اللي بتتاخدي اخر ثانيه، دايما ما حدش يسمع كلامك لما تتضايقي يقول لك ده انت حساسه قوي، معلش كنا اصل هي فتحت موضوع تاني فانشغلنا فيه. لا، انت من حقك تتسمعي، من حقك يبقى ليكي قيمتك وسط القعده، من حقك تبقي مهمه. فلو انت عايزه تبقي مهمه، ثقي في نفسك، قدريها، اعرفي قولي لا، حطي حدودك. بالتالي ده هينعكس على اللي قدامك، لان انت اللي بتحددي غيرك يتعامل معاكي ازاي. وبس والله، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من بودكاست بتاعت ريحه مع ساره معتز. امتى؟ التلات. بس التلات الجاي. باي. باي باي. اعملوا بقى معايا النهايه بتاعت الحلقه اللي هو بفضل اعمل فيها الحركات دي.